في حاجات كتير بنتعلمها من الحيوانات. مثلا من النمل بنتعلم منه النظام والتفاني في العمل. حاجات كمان بنتعلمها من النحل زي احترام الأدوار وكمان التركيز. أما الجمل فبنتعلم منه الصبر والكفاح. مخلوقات كتير جدا 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 ذكرها ربنا في القرآن الكريم، وكان ليها قصص وحكايات وروايات مع الأنبياء والصالحين، وكانت حجة على الكفر والطغيان والظلم، وكان لينا فيها عبرة وعظة. قصص الحيوان مع أحمد صابر على راديو كامت، محطة على المحطة. أعزائي أهلا بيكم، معاكم كلام مروة رفعت وصوت أحمد صابر في حلقة جديدة من قصص الحيوان. زي ما عودناكم في كل حلقة بنلتقي مع مخلوق جديد من مخلوقات ربنا في القرآن وبيكلمنا بلسانه عن نفسه. يلا بينا نسمع مين معانا النهاردة. بيقولوا الإنسان أصله أنا. عرفتوني؟ تمام، أنا القرد. صحيح في نظريات كتير بتقول إن في حاجات مشتركة بيني وبينكم، بس ده مش معناه إن انتوا أصلكوا قرد. ربنا لما قرر يخلق الدنيا خلى لكل مخلوق صفاته ومميزاته اللي بتميزه عن غيره. فاكرين القراداتي؟ أيوة، الراجل اللي كان في الموالد زمان وبيمشي ومعاه قرد معلمه شوية حاجات وشوية عروض، ولما يقول له على حاجة يقوم أوام يعملها. دي حاجة من الحاجات اللي خلت الناس تفتكر برضو إن في علاقة مشتركة بيننا وبينكم. والحقيقة إن ربنا ميزنا بشوية ذكاء، فبنقدر نفهم الحاجات وبعد ما نتدرب عليها شوية نقدر نقلدها بسهولة. وأكيد انتوا عارفين كمان الأسطورة بتاعة طرزان، وفكرة انه عاش في الغابة مع أنثى القرد وقدرت تحميه وتحافظ عليه لحد ما كبر. دي كمان من الحاجات اللي خلت الفكرة تثبت في عقول الناس. زمان في مدينة من المدن اللي كان عايش فيها بني إسرائيل، ربنا فرض عليهم ان هم يشتغلوا كل أيام الأسبوع عدا يوم السبت، يخصصوه بس للعبادة. عشان كده كان اسمهم أصحاب السبت. والناس دول كانت مدينتهم فيها بحر، فكانت مهنتهم طبعا صيد السمك. وبعدين ربنا حب يمتحنهم في صبرهم وطاعتهم ليه. بدأ السمك يقل في البحر الأيام اللي بيصطادوا فيها، ويبقى كتير جدا 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 يوم السبت اللي هو أصلا يوم العبادة. مع الوقت ما بقاش في سمك خالص في المية في أيام الصيد، مع إنه بيكون كتير جدا جدا يوم السبت اللي زي ما قلنا لكم كان محرم عليهم الصيد فيه. ففكر حد من الصيادين إن هم يصطادوا يوم السبت، بس شيخ الصيادين رفض كلامه ومنعه من إنه يعمل كده لأنه هيغضب ربنا. فكروا في حيلة يعملوها، وهي إن هم ينزلوا الشبك في المية من يوم السبت ويرفعوه لما ينزلوا المية تاني يوم. بالفعل عملوا كده ورجعوا السوق بالأسماك وباعوها للناس. وفهم شيخ الصيادين الحيلة دي ووجههم بأن اللي عملوه ده مش هينفع. وفعلا لما جه يواجههم بما اقترفوه ما أنكروش. مشي شيخ الصيادين من القرية هو والناس اللي رفضت تصرفهم ده، لأنهم بكده ما سمعوش كلام ربنا. وكانت المفاجأة إن ربنا عاقبهم بأنه بدل خلقهم من الإنسان إلى القرود. وبعدها كتر السمك في المية. شيخ الصيادين مشي من القرية هو والناس اللي رفضت تصرفهم ده، لأنهم بكده ما سمعوش كلام ربنا. وكانت المفاجأة إن ربنا عاقبهم بأنه بدل خلقهم من الإنسان إلى القرود. وبعدها كتر السمك في المية، بس هم ساعتها ما كانوش محتاجين للسمك، كانوا محتاجين للموز. ده أصل الحكاية اللي جه من وراها إن انتوا لا مؤاخذة أصلكوا أنا القرد. ابعتوا لأصدقائي تعليقاتكم وآرائكم على صفحتهم على فيسبوك، استنوهم، هيكلموكوا عن مخلوقات تانية ليها دور مهم في تاريخ الإنسانية، وربنا ذكرها كمان في كتابه العظيم. أسيبكم في سلام ومحبة وأقول لكم إلى اللقاء. كنتم مع قصص الحيوان مع أحمد صابر على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.